إذا كما استمعنا منذ قليل لتصريح رئيس الحكومة الجديد القاضي نواف سلام، حيث فتح يديه الاثنين للجميع ووعد بأن الحكومة ستكون متعددة الألوان، وخطابه كان تقريبا يشابه خطاب الرئيس الإصلاحي السيادي، ووعد بأنه سينقذ لبنان من بؤر الفساد وسيحاول أن يكون عادلا بين جميع الأطراف، وكما تطرق إلى ملفات عدة ووعد بتطبيق الطائف وبأن يستمر أيضا لأجل تحقيق العدالة في قضية تفجير مرفأ بيروت وأيضا بإنصاف المودعين، وتطرق إلى مواضيع عديدة وأبرزها وشدد أن حكومته ستكون حكومة عادلة ومنصفة لجميع الأطراف، كما فتح يديه وخاصة للثنائي أو الذين لم ينتخبوه، فهو لم يقصي أحد كما يشاع، هو سيحاول أن يجمع الجميع لتكون حكومة متوحدة، وصرح وقال أن جربنا الانقسام وفشلنا، لذلك سنجمع جميع الأطراف لبناء دولة جديدة. يجب أن يكون هناك تعاون بين جميع الأفرقاء. إذن هذه كانت الأجواء من قصر بعبدة. أيضا بعدما أدلى تصريحه القاضي نواف سلام، خرجت السيدة الأولى لتلقي التحية على الصحفيين، وحاورت السيدة الأولى أيضا الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحافيات، وتمنت أيضا للجنوب بأن أولا صرحت بأنها من الجنوب وهي تحمل همه، وستسعى أيضا لكي يكون كما الدولة اللبنانية سيدا حرا مستقلا. سيكون عهد الرئيس عون عهدا مزدهرا كما وعدت السيدة الأولى، وعندما سألتها حييتها على تواضعها واهتمامها بشأن الصحفيين، قالت هذا واجبي أن أكون إلى جانبكم ومعكم. إذن هذه كانت الأجواء من قصر بعبدة، كانت معكم رودا بدر، لبسي آن نيوز.